أنا النهاردة مع ولادي وأحبائي وطلابي اللي هم حصلوا على الثانوية العامة، سواء من الدول العربية أو الدول الأجنبية. عاوزة أقول لكم إن وزارة التعليم العالي فتحت القبول الأوراق الخاصة بحضراتكم، وهتكون من يوم 20 أغسطس ليوم 31 أغسطس. هنقدم فين وإزاي؟ عن وزارة التعليم العالي مقدمة خدمة لأبنائنا. هتكون الخدمة دي في 3 أماكن بنقدم فيهم. أول مكان القاهرة الكبرى هيكون جامعة عين شمس رعاية الطلاب. الخدمة التانية هتكون لأبناء الوجه البحري، وهتكون في جامعة اسكندرية المدينة الجامعية للبنات في بحري. أما المكان الثالث فهيكون وجه قبلي، وده هيكون في جامعة أسيوط مقر الإداري القديم للجامعة اللي هيكون في الوالدية. بالنسبة لأولادنا اللي حصلوا على الثانوية العامة السودانية أو الليبية، فعايزة أقول لحضراتكم انتوا هتتوجهوا فقط على مكتب القاهرة بجامعة عين شمس رعاية الطلاب. اوعوا تروحوا أي محافظة أخرى. بعد استلام رقم الدخول والرقم السري هخش على تسجيل الطالب وبياناته من خلال الموقع www.tansiq.digital.gov.eg زي ما احنا كاتبينه على الشاشة. هنتوجه لأقرب مكتب بريد عشان يتم تسديد الحوالة الخاصة بدليل القبول بالتنسيق. وما ننساش على الرقم من الحوالة البريدية بتكون على الرقم اللي ظاهر على الشاشة دي. الهدف منه إن احنا بنبتدي نسجل بالشكل الرسمي وعن طريق مكاتب البريد المصرية، وهي بتوفر خدمات هايلة لكل طلابنا، حتى كمان تحويل المصروفات بقت بتقدمها مكاتب البريد المصرية. وزي ما انتم شايفين على الشاشة الخطوات الخاصة بولادنا الحاصلين على الدبلومة الأمريكية. لازم يكون في سوفت كوبي من السات بتاعتهم اللي موجودة على الويب سايت الخاص بيه من الكوليدج بورد، بالإضافة إلى طبعا الكود الرقمي الواضح قدامكم واللي هيكون بالتقديم بتاعه خاص بكلية الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة. أتمنى لكم كل التوفيق، وإحنا موجودين معاكم للرد على كل استفساراتكم.